هل تعلم أين تذهب أموال الضرائب التي تدفعها؟ الجواب سيصدمك في تصريح رسمي مثير. كشف مصطفى بايتس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المداخيل المحصلة من الإصلاحات الضريبية الأخيرة لم تذهب سدى، بل تم تسخيرها لدعم المواطنين وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية للدولة. وأكد بايتس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن الحكومة ومنذ تنصيبها تعتبر نفسها حكومة اجتماعية، وتعمل بجدية على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. وأشار إلى أن الحكومة عبأت موارد مالية هائلة بفضل هذه الإصلاحات، ما أتاح لها توسيع برامج الدعم الاجتماعي المباشر وتحسين خدمات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مواصلة تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة.